رفعت الجماهير المتواجدة في ملعب البيت مئات الصور لنجم كرة القدم الألمانية المعتزل دوليا مسعود أوزيل المنحدر من أصول تركية خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم، والتي انتهت المباراة بالتعادل إيجابي 1-1، وذلك في قمة الجولة الثانية من المجموعة الخامسة للدور الأول لمونديال قطر. بهذا التصرف أرادت الجماهير القطرية والعربية في ملعب مباراة ألمانيا وإسبانيا أن ترد على دعم المنتخب الألماني للمثليين برفع صورة النجم الألماني مسعود أوزيل ذي الأصول التركية، وذلك في تقديرا لها لموقف أوزيل الداعم للشعوب العربية والإسلامية، وله موقف شهير مع مسلمي الأيغور في الصين. وكانت جماهير ألمانيا والمسؤولون في الكرة الأوروبية انقلبوا على مسعود أوزيل بسبب دعمه الكثير من قضايا المسلمين والظلم الذين يتعرضون له في أغلب دول العالم. قرر أوزيل عام 2018 اعتزال اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا بعد حملة انتقادات تعرض لها على مدى شهور شككت في انتمائه وولائه لألمانيا. وفي ذلك الوقت نشر أوزيل بيانا ناريا انتقد فيه بشكل خاص رئيس الاتحاد الألماني رينهارد غريندل، كما رفض عبارات اللوم التي حملته مسؤولية الخروج المبكر من كأس العالم الذي أقيم في روسيا 2018. وقال أوزيل في البيان: بعد الآن لن أكون كبش فداء لغريندل بسبب عدم كفاءته وعدم قدرته على القيام بعمله بشكل صحيح، فأنا في نظر غريندل وأنصاره ألمانيا عندما نفوز، لكني مهاجرا عندما نخسر. الجماهير العربية أتقنت قصف الجبهات، فقد أعطت درسا للألمان بفنون الرد السريع.